تضرب كييف وتدمر بعض مبانيها، لكنها لم تتحول إلى مدينة أشباح. ثمة مقاتلات روسية تقصف فتصيب أو تتصدى لها طائرات أوكرانية، وما تريده كييف ليس السلاح وحسب، بل الحيلولة دون تواصل القصف الروسي، أي تحييد سلاح الطيران الروسي. يطلب زيلينسكي ولا يكل فرض منطقة حظر طيران، ويقول إن طلبه هذا لا يهدف إلى جر حلف الناتو إلى حرب مباشرة مع روسيا في الأجواء الأوكرانية، لكن الغرب لا يجد حرجا في الرد بأن أي حظر طيران يعني فعليا الدخول في حرب فعلية ومباشرة، فهو يحتاج إلى طائرات غربية سواء كانت تابعة للناتو أو لإحدى دوله في منطقة يفترض أن تحلق فيها مقاتلات روسية، والاشتباك والحال هذه قد يكون محتوما. بايدن لا يريد بحسب زيلينسكي الذي قال إن الرئيس الأمريكي أبلغه أن الوقت غير مناسب لفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فقالت إن الخطوة تعني نشر الجيش الأمريكي لتطبيق الحظر، وهو ما سيكون صراعا مباشرا محتملا وربما حربا مع روسيا، وهو ما لا نخطط لأن نكون جزءا منه. لندن أيضا لا تريد، وكذلك حلف الناتو، لا نريد حربا مباشرة مع موسكو. فهل كان هذا موقف الغرب من الفكرة نفسها في الماضي؟ ولماذا اختلفت مقاربته في الأزمة الأوكرانية؟ وثمة تواريخ وحوادث سبقت فرض فيها حظر للطيران وكان دوره حاسما. ففي أعقاب حرب الخليج الأولى فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها حظرا للطيران في العراق أدى إلى شل قدرة الجيش العراقي جويا. وفي مطلع التسعينيات أيضا فرضت الأمم المتحدة بضغط من الولايات المتحدة حظرا للطيران الصربي في المجال الجوي البوسني، وقد طبقه الناتو آنذاك. وفي الحقبة نفسها ولاحقا في عام 2011 فرض حظر طيران على ليبيا مرتين شمل حتى الرحلات المدنية. فلماذا يتردد الغرب بل يجهر برفض الفكرة في الحالة الأوكرانية؟ يرى كثيرون إن حظر الطيران فرض في الماضي على دول لا تخشى الولايات المتحدة أو الناتو من ردها، فهي أضعف عسكريا وبالإمكان تقييد حركة قواتها العسكرية جوا على الأقل. أما في حالة روسيا فالعواقب قد تكون توسيعا لرقعة الحرب ودمارا لا يرغب فيه أحد.